دعني أقولها لك صريحة دون مجاملة ودون أي اعتبار. ركز معي. أنت تريد شيئا ما وهل تظن أنك الوحيد على هذا الكوكب؟ الملايين يعيشون معك يا صديقي، يريدون نفس ما تريده، يريدون أن يصلوا لحلمك، يريدون أن يقضوا عليك. لماذا؟ لكي يبقوا وحدهم في القمة. السؤال هو: ماذا فعلت أنت لتصل إلى القمة؟ ماذا فعلت أنت وما لا يستطيعون هم فعله؟ من أنت ومن هم؟ ماذا فعلت وماذا فعلوا؟ هل تريد أن تصل إلى القمة؟ هل عندك الاستعداد لتصل إلى القمة؟ هل عندك الاستعداد لتقدم ما لم يقدمه غيرك؟ هل حقا تريد ذلك الشيء بقوة؟ هل حقا ترغب في أن تكون ذلك الشخص في القمة الذي تنظر له وترى طيفه وهو يناديك بعد سنوات يقول لك: ها أنا قد وصلت بفضل ماذا؟ وصلت بفضل إصراري على أن أكون هذا الشخص. أنا لا أقبل بأن أكون مثل غيري، فأنا مميز، خلقني الله مميز من بين كل المليارات. أنا أتنفس، أنا أفكر، أنا أشعر، أنا هذا الشخص، لا أحد غيري يمكنه أن يكون أنا ولا غيري يكون أنا. ذلك الشخص يناديك، يقول لك: تحرك وتعال إلي، تعال لتكون هذا الشخص، تعال لتكون هذا الشيء العظيم الذي أردت طول حياتك أن تكونه. بالجلوس يا صديقي على الكنبة، على السرير، تلتحف حرامك، تضع رأسك على وسادتك. لن يأتي هذا الأمر بتلك الطريقة. انهض وامشي، هرول، اركض يا أخي، اخطو خطوات صغيرة يا أخي، احبو. المهم لا تتوقف. الحياة عبارة عن معركة. نحن الآن أصبحنا نتصادم، الكل يتصادم مع الكل، تتصادم حتى مع نفسك، مع أهلك، مع أقاربك، مع أصدقائك. الكل يريد أن يكون فوق، ولكن لتصل لفوق عليك أن تقدم ما لا يقدمه غيرك، عليك أن تكون ما لا يستطيع غيرك أن يكونه. إذا كنت حقا جادا وتريد هذا الأمر وترى نفسك أن لا أحد يستحق هذا الأمر غيرك، وإذا رأيت غيرك في هذا المكان، رأيت غيرك يملك ما تريد أن تملك أنت، تقول: أنا أستحقه، أنا يجب أن يكون لي هذا الأمر. فاسعى وانهض. قل لنفسك: يجب أن أفعل ما لا يفعله غيري حتى أصل إلى ما لا يستطيع أن يصله غيري.